نعم عزيزتي الفاضلة، تغيير طاقة اسم أشواق من الأمور المناسبة جدا أنك تفكري بهذا الموضوع، لأنه طاقة اسم أشواق عندها انتكاسة في مسار الصحة وتحدث فجأة. وأنا أعتذر إذا أنا أتكلم بصراحة كثير عن الطاقات الاسمية. أنا كثير أفلتر كلماتي عندما أتكلم عن الأسماء حتى لا أثير قلق، ولكن أنت رغبتي أن تبدلي اسمك، وأنا أنصحك نعم بدلي اسمك، لأنه هذا الاسم فجأة يحدث عنده انتكاسة. ورغد أنا لا أنصح فيه عزيزتي الفاضلة، مع احترامي إلى كل اللي أسمائهم رغد، ولكن إذا راح تبدلي بدلي إلى طاقة اسمية قوية. أبرار طاقة اسمية قوية، رشا طاقة اسمية قوية جدا، ولكن هناك كثير من الأسماء اسمها رشا وتنادى بمثلا شوش مثلا كاسم دلع أو كنية، تتعب كثير. حرف الشين المكرر في اسم واحد غير محبب، فالانتباه مطلوب. إذا راح تنادى يا رشا التزمي برشا. طاقة اسمية تتجدد عندها الفرص، رزقها ممدود، عندها طاقة تغيير إيجابي دائما في مسار الحياة، ولكن لا أنصح أن يبدل إلى رغد. أتمنى منك ذلك، ومش مطلوب تغيير أوراق ثبوتية. أعزائي، أي شخص يشعر أن طاقة اسمه تعطيه نحوسات وتراجع، مش شرط أنك تبدل أوراق ثبوتية. المطلوب المنادات. القرين يسمع المنادات، والقرين مكتوب بالقرآن.